هلو انا بوسي طه. زي ما شفتم في بداية الفيديو هنعمل مع بعض النهاردة الكبسة المصرية على طريقتي الخاصة. هتطلع معاكم بجد خطيرة. هنعملها في حلة واحدة وبنص فرخة، هتطلع معانا العظمة اللي انتوا شايفينها دي، وبمكونات سهلة وبسيطة وتوابل مش خزعبلية كلنا عارفينها. يلا بينا نبدأ مع بعض الطريقة. في البداية بكون مسخنة الحلة بتاعتي كويس جدا، وبنزل عليها كده بمعلقة كبيرة من الزيت وكمان معلقة كبيرة من السمنة، بس مش اكتر من كده. بسيبهم يسخنوا بقى على النار كويس جدا، والخطوة دي مهمة. وكمان بيكون معايا بقى بصلاية كده متوسطة مقطعاها مكعبات صغيرة كده خالص، بشوحها كده مع بعض بقى كويس جدا. انا بحب طعم البصل مع الكبسة، بيكون بجد طعمه خطير. في ناس بتعملها من غير بصل، بس جربوا تضيفوا بصل وصدقوني هتدعولي. بيديها كده طعم كده مسكر وطعم مميز. بنزل عليهم بقى كمان ب2 كده من ورق اللورة، وكمان 1 فلفل كده حامي، ممكن تضيفوا فلفل بارد زي ما انتوا حابين. بضيفه كده زي ما هو بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، بحيث ان هو يطعم معايا بس الكبسة. بضيف البهارات بتاعتي، رشة خفيفة خالص من الكمون، رشة خفيفة من البصل البودر، رشة خفيفة من القرفة، رشة خفيفة من الثوم البودر، وكمان رشة خفيفة من بهارات الدجاج، ورشة خفيفة من الكركم، ورشة خفيفة من الكاري، وكمان بقى ليمون مجفف وقرصم. ناس كتير جدا سألتني عن القرصم ده، بيتجاب من عند العطار، بيبقى خاص بالتوابل بتاعة الرز، وكمان مكعب مرق الدجاج. كل المكونات دي بتكون رشة خفيفة من كل حاجة، ما بضيفش اكتر من كده عشان خاطر التوابل بتاعتي ما تغطيش على طعم الكبسة. بيكون كل حاجة رشة خفيفة خالص زي ما انتوا شفتوا معايا كده. بحمص بقى كده التوابل كويس جدا كده مع البصلاية عشان خاطر اشم الريحة بتاعتهم كده وتكون خطيرة. وخدوا بالكم ان القرصم بيكون فيه نسبة كده خفيفة من الملح علشان خاطر الحاجة ما تطلعش مالحة منكم، فحاولوا ان انتوا تظبطوا مرقة الدجاج مع الملح مع القرصم. بكون غسلة الفراخ بقى كده كويس جدا ونقعاها، وكمان مصفياها كويس جدا، بكون منشفاها بحيث ان هي ما يكونش فيها اي مية. بنزل عليها بقى كده بالبصل بعد ما تشوح كده مع التوابل بتاعتي وشميت الريحة بتاعتهم كده على طول. بنزل بقى بالفراخ بتاعتي كده، والنار تكون عالية. والخطوة دي مهمة جدا عشان الفراخ ما تنزلش مية معاكم وتخلي الطعم بتاع الفراخ يكون زفر. لا، احنا عايزينها كده تستوي مع بعضها بس ما تنزلش مية، وفي نفس الوقت ينزل منها كده صوص خطير. اهم حاجة في البداية كده ان هي ما تنزلش معاكم مية. زي ما انتوا شايفين بقى كده، اما النار بتكون عالية الفراخ كده بتاخد لون معاكم بسرعة كده من تحت زي ما انتوا شايفين. ببدأ بقى ان انا اقلبها كده على الجهة التانية بالشكل ده، بحيث ان هي تتشوح كلها كده، وكمان تاخد معايا كده من الطعم بتاع التوابل والبصل مع بعض. كل شوية بقى كده بقلبها. بعد ما بتأكد ان هي اتشوحت معايا كويس جدا، بهدي عليها النار كده شوية، وبسيبها برضو تاخد وتدي كده مع البصل والتوابل. عايزة اقول لكم بجد في الوقت ده بتشموا ريحة خطيرة. بغطي عليها بقى وبسيبها كده على نار متوسطة لمدة تلت ساعة لحد ما توصل معايا للشكل اللي انتوا شايفينه ده. وكده بتكون مثلا استوت معايا ربع سوا، وهو ده المطلوب. وشايفين نزلت الصوص الخطير اللي انتوا شايفينه ده، ده بيكون بقى نزل من البصل مع الفراخ، وبتكون نزلت كده المية بتاعتها. بيكون بجد طعمها خطير في الوقت ده، وده اللي احنا محتاجينه. لو وصلتوا معايا في الفيديو بقى لحد هنا، ما تنسوش تقولوا لي بتتابعوني منين، ما تنسوش تحطوا اللايك عشان بعرف ان الفيديوهات بتاعتي عجبتكم، وما تنسوش تفعلوا زر الجرس علشان خاطر يوصلكم كل وصفاتي. لو انت اول مره تشوفوني ما تنسوش تعملوا لي اشتراك للقناه. بعد ما وصلت معايا بقى للشكل اللي انتوا شايفينه ده، على طول بكون بقى غسله الرز بتاعي ومصفياه كويس جدا بالشكل ده. وبعد كده بنزل عليه كده على طول بقى بالفراخ. انا هنا كان معايا نص كيلو من الرز البسمتي، الحبة الطويلة، اي نوع انتوا بتحبوه. ممكن تستخدموا اي نوع رز بسمتي انتوا بتفضلوه. بقلبه بقى كويس جدا كده مع الفراخ عشان خاطر يتشوح معاها كده تشويحة بسيطة، وياخد كده من طعم الصوص اللي نزل كده مع الفراخ، ويديني تست حلو قوي. بقلبهم كده مع بعض لمدة 3 دقايق على النار متوسطة. في الوقت ده بقى بكون مجهزة مية سخنة مغلية كويس جدا، وبنزل بيها بقى كده على الرز بتاعي بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. بضيف المية على حسب انتوا سويتوا الفراخ قد ايه. انا هنا سويتها
ربع سوا كده بالظبط، فضفت كده المية بتاعتي فوق مستوى الرز بعقلة ونص كده من الصباع علشان خاطر يستوي معايا كويس جدا وفي نفس الوقت ما تطلعش معايا معجنة. والخطوة دي مهمة جدا ان انتوا تسووا الفراخ ربع سوا وتضيفوا المعيار الصح للمية. هنا كمان ضفت معلقة صغيرة كده من الصلصة بتديني كده برضو لون وطعم حلوين جدا ومميزين. الخطوة دي اختياري، لو انتوا مش حابين تضيفوا صلصة مش مشكلة، ممكن تستغنوا عنها تماما. بغطي بقى كده على الرز بتاعي وبسيبه على اصغر نار عندنا، على نار هادية جدا، بسيبه بقى يتشرب معايا كده بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، ومش بقلبه خالص. زي ما قلت لكم اهم حاجة ان هو يكون من البداية على نار هادية. قبل ما يستوي معايا بقى كده ب5 دقايق بضيف معلقة صغيرة كده من لون الطعام الاحمر على معلقتين كبار من المية واحطهم، ما بقلبهمش بقى خالص الا لما المية تتشرب معايا كده تماما وتوصل معايا للشكل اللي انتوا شايفينه ده، علشان خاطر الرز كله ما يبقاش لونه احمر، احنا عايزينه كده يكون لون ولون. بيوصل معايا بقى بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، ياريتكم مكاني بجد وشمين الريحة. الرز طالع معايا بجد مفلفل، مفيش ولا واحدة معجنة. الخطوة التانية بضيف معلقتين كده كبار من الزيت، وكمان ضفت عليهم كده شوية صغيرين من الزبيب وشوية صغيرين كده من السوداني. ممكن تضيفوا اي نوع مكسرات انتوا بتحبوه، انا هنا استخدمت زبيب وسوداني واكتفيت بيهم جدا. بشوحهم بقى كده على النار مع بعض لمدة 5 دقايق لحد ما احس كده ان هما اتشوحوا واستووا معايا كده كويس جدا، والزبيب بقى كده يبدأ يعمل فقاقيع كده بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، بس ما يتحرقش منكم. بشيله بقى كده على طول من على النار، وبكده تكون المكسرات بتاعتي جاهزة. وعايزة اقول لكم بجد لو اي حد مش بيحب الزبيب استخدموه في الوصفة دي وهتدعولي، بيطلع طعمه بجد خطير. جينا بقى للخطوة المهمة والخطيرة، ضيفوا الكبسة بقى كده وقدموها بالطريقة اللي انتوا بتحبوها. انا قدمتها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وكمان عملت معاها سلطة دقوس، وضفت بقى كده المكسرات زي ما انتوا شايفين كده على الوش. بجد بتنقل طبق الكبسة في حتة تانية خالص. عايزة اقول لكم ان الوصفة دي من اهم واحلى الوصفات اللي ممكن تعملوها في حياتكم، ومهمة جدا بالنسبة لي في اي عزومة، لان هي بجد ما بتاخدش وقت خالص وكلها في حلة واحدة، ما بتاخدش منكم وقت اكتر من نص ساعة بالكتير. دي كانت وصفتي السهلة البسيطة المميزة. احفظوا الفيديو ده علشان خاطر هتحتاجوه قريب جدا في وصفات رمضان، زي ما طلبتوا مني ان انا انزل لكم الوصفة قبل رمضان. ولو محتاجين طريقة سلطة الدقوس اكتبولي في الكومنتات. يا رب تكون وصفتي السهلة البسيطة عجبتكم. لو انت اول مرة تشوفوني ما تنسوش تعملوا لي اشتراك للقناة وتفعلوا زر الجرس علشان خاطر يوصل لكم كل وصفاتي. وما تنسوش دايما ان معبوسي طه دايما حلاوتها بتتبيلتها. وانتظروني ان شاء الله في فيديو جديد ووصفة جديدة.